في 11 من ديسمبر من عام 2024 صنعت المملكة العربية السعودية التاريخ. لقد ضمنت المملكة مكانها على الساحة العالمية بفوزها بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034. وجاء هذا القرار التاريخي الذي أعلن عنه في المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في زيورخ، ليمثل المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية هذه البطولة المرموقة. وهذه هي المرة الثانية فقط التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط هذا الحدث. ويأتي هذا الفوز ليشهد على النفوذ المتنامي للمملكة العربية السعودية في عالم الرياضة. فقد دأبت المملكة على الاستثمار في بنيتها التحتية الرياضية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. ويعكس هذا الفوز التزام المملكة العربية السعودية بأن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة. وستكون بطولة كأس العالم لعام 2034 حدثاً بارزاً للمملكة العربية السعودية والمنطقة، فهي تتيح فرصة فريدة لعرض ثقافة المملكة العربية السعودية وكرم ضيافتها وتطورها السريع أمام جمهور عالمي. إن استضافة كأس العالم ليست مجرد شرف فحسب، بل هي خطوة اقتصادية استراتيجية للمملكة العربية السعودية. فمن المتوقع أن تضخ البطولة مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة، متجاوزة بذلك النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته الدول المضيفة السابقة. وسيعزى هذا النمو الاقتصادي إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. وتعتزم المملكة العربية السعودية بناء ملاعب حديثة مجهزة بأحدث التقنيات. كما ستقوم المملكة بتوسيع شبكات النقل، بما في ذلك مترو الرياض والمطارات وقطار الحرمين السريع. ومن المخطط أيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لاستيعاب تدفق السياح والمشجعين. وسوف يجذب هذا المشروع الضخم استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة. فمن المتوقع أن تستثمر الشركات الأجنبية بكثافة في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وستكون بطولة كأس العالم بمثابة حافز لجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية. يتماشى قرار استضافة كأس العالم لعام 2034 تماماً مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. تهدف هذه الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وستساهم استضافة كأس العالم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. تعد السياحة ركيزة أساسية لرؤية 2030، ومن المتوقع أن تجتذب بطولة كأس العالم أكثر من 1,400,000 زائر، مما سيحقق مليارات الدولارات من العائدات. ستعرض البطولة مناطق الجذب السياحي الفريدة في المملكة العربية السعودية ومواقعها التراثية، مما يضع المملكة كوجهة سياحية رائدة. وبالإضافة إلى السياحة، ستوفر بطولة كأس العالم العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات، من البناء والضيافة إلى التكنولوجيا والنقل. ويتماشى ذلك مع هدف رؤية 2030 المتمثل في خلق اقتصاد نابض بالحياة ومتنوع يوفر فرص عمل وفيرة للمواطنين السعوديين. في حين أن بطولة كأس العالم لعام 2034 تمثل فرصة كبيرة للمملكة العربية السعودية، إلا أنها تأتي أيضاً مع نصيبها من التحديات. تتمثل إحدى أهم المخاوف في مسألة حقوق الإنسان. أعربت منظمات مثل منظمة العفو الدولية عن مخاوفها بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في الفترة التي تسبق البطولة وأثنائها. وتتراوح هذه المخاوف بين استغلال العمال المهاجرين المشاركين في مشاريع البناء إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع. تواجه المملكة العربية السعودية تحدياً يتمثل في معالجة هذه المخاوف وإظهار التزامها باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يكمن تحد آخر
في ضمان استدامة البطولة. مع التركيز على مكافحة تغير المناخ، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في بناء وتشغيل الملاعب والبنية التحتية. ستكون الشفافية والمسائلة أمرين بلغي الأهمية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالفساد وسوء إدارة الأموال. يجب على المملكة العربية السعودية أن تتعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان نجاح بطولة كأس العالم لعام 2034 وتحقيقها لتأثير إيجابي.